شكرا أعزائي. شكرا أعزائي. تحول تلفزيون دبي إلى مركز اتصالات يتلقى يوميا مئات المكالمات من المشاهدين هني في الإمارات ومن العالم العربي ومن أمريكا والدول الأوروبية، يسألون عن الحجامة اللي قدمنا حلقة عنها من 3 أسابيع، والمكالمات كلها تركزت على طلب رقم هاتف دكتور علي الحمادي الضليع بطب الحجامة وأحد ضيوف الحلقة، واللي بهرنا يومها بمعلوماته ومعرفته الواسعة عن الحجامة. وهالشيء رجعني لسنوات الدراسة الأولى عن الطب يوم كنت أدرس في بريطانيا عن ابن سينا الطبيب العربي القديم، وعن أبو الطب أبو بكر الرازي اللي وضعوا أسس الطب الحديث اللي نعرفه اليوم، واللي بفضلهم يعترف فيه الغرب قبل العرب ويدرسونه لين اليوم في كل مقرراتهم في كليات الطب بجامعاتهم وفي كل أنحاء العالم، واللي كانت طب الحجامة من التطبيقات العلاجية الأساسية اللي اتبعوها ودرسوها لتلاميذهم. تابعونا مع هذا التقرير لمشاهد عن الحجامة من الحلقة السابقة. شوفوا التقرير. نحن اليوم عند أحد المختصين الأفاضل الذين لهم باع في الحجامة، سيحدثنا عن الحجامة لأنه مختص، والأصل بنا أن نرجع للأخصائيين في كل شيء، وهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. سيكلمنا عن الحجامة وفوائد الحجامة، وسيكلمنا أيضا عن الأيام التي يستحب بها الحجامة، وفي أي شهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالحجامة. فكونوا معنا اليوم في عيادة تختص بالحجامة. السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور علي الحمادي، تشرفت بلقياك. الله يسلمك. الله يحييك. طبعا إخواننا المشاهدين كل يدعي وصال ليلى وليلى لا تقر له وصال، كل يدعي فن الحجامة. الحجامة فن عظيم لأنه هو ما وصانا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم التقيت مع أخي وحبيبي الدكتور علي الحمادي. دكتور علي الحمادي، لنا الشرف باللقاء معك. الله يسلمك. نريد أن تخبر المشاهد عن الحجامة بداية. نعم. في البداية نتكلم عن معنى الحجامة الاصطلاحي. نعم. الحجامة هي إحداث بعض الخدوش على أماكن معينة من الجلد. نعم. لتحقيق 3 أمور. نعم. أولا إخراج الأخلاط وكريات الدم الحمراء الهرمة من الشعيرات الدموية الجلدية. دكتور، معنى الهرمة ما معنى الهرمة؟ أي ممكن هي تعتبر ميتة أو غير نافعة. هي تتركز في المناطق. نعم. يعني هرمت. هذه الكريات الدم الحمراء الهرمة لما تهرم المفروض أنها تتجمع في الطحال، يعتبر مقبرة الدم. نعم. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل وظيفة للجلد، أنا أقول لك بصراحة غفل عنها أطباء العالم. نعم. ألا وهي فلترة الدم. الله أكبر. نعم. فهذه الوظيفة وظيفة عظيمة. أنت لما هذه تعتبر كفلاتر، أنت المفروض تهتم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم. الله أكبر. نعم. فنظف هذه الفلاتر. الله. فهذا أول يعني تحقيق للحجامة، كاس الحجامة يحدثه، اللي هو إخراج الأخلاط وكريات الدم الحمراء الهرمة من الشعيرات الدموية الجلدية. 2 إحداث التحفيز المناعي. نعم. وخاصة الجهاز الليمفي. نعم. يعني هي تزيد أيضا المناعة. نعم. هذا لما أنا أعمل الخدوش هذه البسيطة يصير تحفيز مناعي. تتحرك طبعا العقد اللمفاوية في إنتاج الليمفوسايت. الليمفوسايت طبعا هذا يقضي على الخلايا الشاذة، الخلايا المسرطنة، أي مشاكل في الأنسجة، فهي تزيد بسبب إحداث هذه الخدوش. لكن تبقى في جسم الإنسان لها عمر افتراضي حتى تعود على ما كانت عليه، ففي هذا الوقت تقوم على معالجة أمور كثيرة في الجسم. الله أكبر. نعم. 3 هي إعطاء الإشارات الكهروكيميائية لكل عضو من الأعضاء الحشوية المرتبط بهذه المنطقة أو هذا الموضع الجلدي اللي أنت حجمته. يعني عندنا مواضع لتحفيز القلب، مواضع لتحفيز الكبد، مواضع البنكرياس والطحال والقولون، المعدة. هذا علميا دكتور. علميا هذا نعم. علميا. يعني نعم. هل ورد يعني هذه الأمور تدرس في كليات الطب في الجامعة. ما شاء نعم. الله. كيف من هذا من الحبل الشوكي تخرج منه ضفائر من الأعصاب. هذه الضفائر طبعا تعصب منها طبعا للأعضاء الهيكلية، مع الحسية، بعضها الحركية، ولكن بعضها تذهب إلى كل عضو من الأعضاء الحشوية. سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن مواضع كالظهر والرأس. نعم. عليه الصلاة والسلام. فأفضل مواضع على الإطلاق اللي دلالنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل مواقع. أفضل المواضع. يعني طبيا هذه نعم. لازم نقف عليها دكتور. نعم. يعني طبيا الآن حديثا ثبت علميا. نعم. أفضل المواقع هي ما دلنا عليها. نعم. محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام. لأن المواضع اللي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم تحفز الجهاز العصبي،
نعم. الجهاز العصبي المركزي ومراكز الدماغ، بالإضافة إلى تحفيز القلب والجهاز الدوري. سبحان الله. نعم. ومحمد صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى. نعم، أفضل المواضيع. دكتور لو ترينا الآن كيفية الحجامة. نعم. بعد إذنك طبعا احنا نعم لما بيجيك المريض كبداية، أما أنه بيجي كوقاية أو كعلاج. نعم. طبعا إذا كان جاء هذا المريض للعلاج لابد أن هذا الاختصاص يكون على دراية علمية. نعم. يسأله شو التشخيص الطبي، شو الفحوصات المخبرية، على الأقل في فحص اسمه CBC يعطيك مثلا الوايت بلاد سيلز، ريد بلاد سيلز، بليتلس، هيموجلوبين، تسأل عن هذه الأمور على أساس تعرف حالة الشخص هذا بشكل عام، بالإضافة إلى معرفة المرض وأيضا الأمراض المصاحبة لهذا المرض. يعني كيف ممكن واحد يجيك والله يقول أنا بحتجم للضغط مثلا، لكن هو في كوليسترول وهو في سكري ما ذكره، فأنت تسأله في عندك أمراض أخرى، بالإضافة إلى الأعراض اللي يعاني منها. نعم. أيضا لما يجلس المريض على الكرسي الاختصاصي ينظر كيفية اللوحين اللي عنده، في بعضهم مرتفع، في بعضهم ضيق، في بعضهم، فهذا يعني هذه الأمور تجعل الاختصاصي يغير موضع الكأس على حسب الحاجة، إذا كان عنده في بروز في الفقرات. نعم. نعم. حاليا احنا بنبدأ الحجامة. طبعا لابد أن الاختصاصي يحرص على الوقاية الطبية المتكاملة، من حيث طبعا المواد المعقمة، الأدوات، نظافة الأدوات لابد. أيضا بالنسبة للاختصاصي لا يلبس القفاز بعد تجهيز الكاسات، قبل تجهيز الكاسات لا، بعد ما يجهز الكاسات يبدأ يلبس. هذه نقطة. نعم. بعد ما يلبس القفاز لا يلمس أي أدوات، بعد ما يلبس القفاز لا يسلم على شخص. لابد، بالإضافة إلى استخدام المواد المعقمة. نعم. طبعا احنا كبداية نبدأ بتعقيم المواضع اللي بنبدأ بتحجيمها. نعم. هذه مواضع الظهر أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن مواضع في الظهر ومواضع في الرأس عليه الصلاة والسلام. نعم. في الظهر اللي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم الأخدعين والكاهل. طبعا الأخدعين هي في الأصل في الرأس. نعم. هذه منطقتها. والكاهل هي طبعا تنتصف بين الكتفين في أعلى الكتفين. نعم. جاي من الفقرة السابعة العنقية إلى الأولى والثانية الصدرية. الآن نعم. تعقيم. نعم. فنعقم الآن المواضع. حاليا احنا بنعمل له 3 كاسات، كاس واحد على السابعة العنقية مع الأولى الصدرية، والكاس الثاني كاسين بجوانب الثالثة والرابعة الصدرية، هذه الخاصة للقلب. نعم. نعم. وهذه عضلة الكاهل معروفة هي أهم عضلة، بل إنها أكثر عضلة ممكن تحمل الأخلاط والشوائب. نعم. نعم. بعد ما نعقم نضع عليه زيت زيتون طبيعي. شو العلة دكتور؟ الفائدة من هذا الزيت زيتون أول شيء هو يعتبر مرطب للجلد. عندك أنت أول طبقة في الجلد اللي هي البشرة بعض الأحيان تكون خشنة، فهذا يرطب، فأيضا يمنع تفريغ الهواء من تحت الكأس، حواف الكأس. الله. نعم. الأمر الثالث، نعم، الأمر الثالث يعتبر اختصاصيين التغذية بالنسبة للزيت زيتون مضاد حيوي طبيعي. سبحان الله. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قلت: كلوا منه وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. نعم. صلى الله عليه وسلم. يعني التعقيم ثم زيت الزيتون. نعم. زيت الزيتون طبعا هذا من باب الأفضلية. نعم. نعم. بعد ذلك نأخذ المقبض، هذا المقبض اللي يفرغ الهواء، ونختار حجم الكأس المناسب لكل شخص. نعم. على حسب هل هو ضعيف أو سمين أو طريقة العمود الفقري. خلي جسمك في العمود الفقري. أيوة. لابد الاختصاصي ينصح المريض بأن يجلس استقامة. أيوة، بحيث يكون العمود الفقري في وضعه الطبيعي. نعم. نعم. بسم الله. بسم الله. هذا طبعا هذه السابعة العنقية، الحركة لحصر الدم. نعم. هذه نتكلم عنها بعد قليل. نعم. وعلى فكرة أخواننا المشاهدين، معنى حجامة من حجمة أي مصة، يعني العلم كمصطلح في اللغة. نعم. الآن دكتور هذه لماذا تقومون بها؟ نعم. طبعا أنت كثير من الناس يظنون أن احنا نضع الكأس على أساس أن احنا نجمع الدم تحت الجلد. أنا هكذا أظن. الدم لا يتجمع. نعم. ليش؟ لأن الأوردة والشرايين والشعيرات الدموية هذه كلها شبكة واحدة، الدم مستمر يجري، ولكن هذا الإحمرار
هذا من احتقان يحدث في الجلد، يحدث في الجلد، ولكن لا يتجمع الدم. نعم، لا يتجمع الدم فيه. بعد ذلك احنا طبعا بنبدأ بتشريط، يعني هو وضع الكاس هذا ممكن من